طبعا زي ما قلت لكم، طبعا الفراخ المفروض نذبحها، الفراخ اللي بقى لها سنه. طبعا عشان بتخس طبعا، وهنقول بيض بقى بيتكون تاني. فطبعا ايه ان احنا نضحي بالبيض ده، نضحي باللحم. فانا عندي استعداد نضحي باللحم، ما نضحيش بالبيضه. ليه؟ لان بصوا ما فيش عندي فراخ تانية. لسه قدامها 4 شهور عبال ما تبيض. فمش هينفع ان انا اذبح دول واجيب بيض من بره. طبعا انا بحب الحاجه تكون في البيت على طول موجوده. طبعا لو ذبحناهم مش هنلاقوا بيض. فبصوا انا دلوقتي يعني بحط لهم فيتامينات عشان ما يخسروش وزنهم ويبداوا ياكلوا تاني ويملوا جسمهم. بصوا اهو، بصوا الميه النهارده حطيت لهم فيتامينات، فيتامين كاف عشان يتغذوا. وان شاء الله هحط لهم فيتامين برضو تاني. هجيب فيتامينات تانية واحطها. انا كمان حطيت لهم املاح علشان ياكلوا ويتغذوا كويس. لكن ما ينفعش ان احنا نذبحهم. ومش مشكله عندي اللحمه، انا اهم حاجه عندي البيض.